طيب ما احنا لو دخلنا للجزء الثاني وهو للسيشن بتاعتنا النهارده، هو فكره الاقتراض. هو عباره عن اموال بيتم اقتراضها من مؤسسه ماليه، طبعا اغلب الظن هتكون بنك، بالاضافه الى في دلوقتي بعض الشركات اللي بتقسط لبعض المنتجات او الايه، او حضرتك بتشتري حاجات عن طريق التقسيط، بتشتري موبايل، بتشتري ثلاجه، غساله، خلاص. بس في الاساس ان انت لما تكون عايز تقترض هو يمكن مينلي هو البنوك. طيب هنا بالتالي حضرتك بتقترض مبلغ من المال، وبيتم حضرتك بتسدد للجهه المقرضه اللي هي البنك غالبا، ان هي بتدي لها اصل المبلغ المقترض زائد العائد المستحق على اصل المبلغ. فالعائد دوت او الفايده هو التعويض المدفوع لجهه الاقراض عن الفتره اللي هو اقرضك فيها. فبالتالي دي هنا هو هتكون بتعبر عنها بنسبه سنويه، يقول لك ايه، البنك دوت هيسلفني ب 15%، ب 16%، ب 12%، ب 13%، برضه دي بناء على خلاص معدلات، او بناء على معدلات او اسعار الفايده السائده في هذا التوقيت في داخل الدوله. كويس؟ فبالتالي حضرتك لما بتقترض وبتدفع جزء قد يكون شهري او ربع سنوي او نص سنوي، بس الاغلب طبعا ان هو بيكون شهري يعني، فحضرتك بتحاول او ان انت بترده شهريا، بتدفع مبلغ على ايه، على هذا الاساس ان انا كل شهر بيكون عندي والله في مدفوعات شهريه خلاص. وبقت عشان كده يمكن اول او بدايه الاقتراض بالنسبه لحضرتك ان انت مثلا خلاص لو حضرتك بقيت موظف في شركه، مش هنقول في البنك يعني، فبالتالي ده هنا هو ان حضرتك ممكن بضمان الاتش ار ليتر او بخطاب اللي هو الموارد البشريه، ان حضرتك ممكن تقترض من البنك السي اي بي مثلا. البنك الشركه بتاعت حضرتك حساباتها كلها في سي اي بي، وكل الموظفين حساباتهم في السي اي بي، وبينزل مرتباتكم على السي اي بي. تمام، ده هايل. ايه اللي هيحصل؟ والله دلوقتي انا لما بيحصل ان انا هاخد انا قرض شخصي عشان انا عايز اشتري شقه، عايز اشتري عربيه، عايز ادفع حاجه، عايز اتجوز، وات ايفر ان كان، فبالتالي يبقى بضمان الوظيفه بتاعت حضرتك بتاخد هذا القرض. طبعا بيكون نسبه او مضاعف من دخل حضرتك. يعني لو مرتب حضرتك 1000 جنيه، فاقصى حاجه قرض تقدر تاخده مبلغ معين، انما طبعا مش هتاخد مبلغ الى ما لا نهايه، لانه في الاخر هنا هو ان احنا برضو هنا هو في ايه، في حاجه اسمها ديت بيردن ريشيو خلاص، او اللي هو معدل الاعباء المديونيه، ان هي ما تزيدش دلوقتي عن حوالي تقريبا 50% من دخل حضرتك. فلو 1000 جنيه يبقى اقصى حاجه حضرتك تقدر تدفعها كاقساط شهريه هي 500 جنيه. فبالتالي فبرضه يجب ان هيكون القرض متفق مع او نسبته او المبلغ بتاعه هيكون هو مرتبط بال 500 جنيه الشهريه اللي حضرتك بتكون بتدفعها. يعني لو حضرتك دلوقتي اقترضت 1000 جنيه بسعر عائد 15%، يبقى ده معناها لمده سنه، يبقى ده معناها انه اصل المبلغ 1000 جنيه في 15%، يبقى حضرتك سنويا يبقى حضرتك لازم ترد ال 1150 جنيه دول. يبقى ال 1000 جنيه اصل القرض زائد ال 150 جنيه الفوائد اللي على القرض. طيب فهنا بالتالي قد تكون طريقه الدفع من خلال اقساط شهريه، من خلال اقساط شهريه على 12 قسط متساوي. يبقى لو قسمنا ال 1150 دول على 12 شهر، يبقى بالتالي ده هنا هو انا جالي كام، او ان انا محتاج ادفع في الشهر 90 جنيه 26 قرش. كويس؟ وبالتالي ده هنا هو لو حسبناهم كده هيكون ان انا اجمالي اللي دفعته يمكن حوالي 1083. ليه؟ لان مع كل قسط بيدفع جزء من اصل المبلغ بينخفض، فبالتالي ده هنا هو قيمه الفايده بتنخفض. دي طبعا لو خدناها بالطريقه العائد الايه البسيط مش المركب. كويس؟ فهنا بالتالي المبلغ المستحق نفسه من اصل القرض قاعد بيقل مع سدادك، وبالتالي لما بيقل مع سدادك دوت فبالتالي فبيكون الفوائد اللي حضرتك بتدفعها او اللي انت محتاج تدفعها نسبيا لازم بتكون قلت. كويس؟ طيب هنا بالتالي ممكن يكون الاقتراض
هي أداة جيدة أو سهلة أو مناسبة لتحقيق الأهداف، خلاص، إذا تمت إدارته بشكل مناسب، بحيث إن هو أنت حضرتك هتكون عايزه عشان تعمل بيه حاجة. طيب يبقى يا سلام بقى لو انت حضرتك خدت قرض مثلا عشان ان انت تجيب عربيه وتشغل عليها حد مثلا في احد اللي هي ابلكيشنز بتاعه التوصيل، خلاص، المشهوره جدا دي. فبالتالي يبقى بالعكس، يبقى ده كويس جدا ان انت خلاص استخدمته اكنه في مشروع تجاري، فهنا بالتالي هيبتدي يدر عائد، فالعائد دوت هو اللي يسدد الفوائد بتاعتك كبنك، ويبتدي ايه، وتبقى انت خلاص مستفيد من الفرق دوت وتكسب منه. طيب هنا طبعا ان بتبقى احيانا في مشاكل كتيره جدا، ان هو في ناس ممكن ما بتعرفش تسدد فبتفقد بعض الاصول بتاعتها، لان ممكن اكون اقترضت مبلغ من المال اكبر من قدرتي على السداد، خلاص. فهنا بالتالي طبعا لو حصل هنا ان انا خلاص كل دخلي او اكتر من دخلي، فما بقتش عارف اسدد، فطبعا لو كان هو بضمان حاجه ولا بضمان الاصل ولا حاجه ممكن يؤدي بيك الى مشكله. فبالتالي طب الدائنون، الناس البنوك اللي مسلفاك ممكن تصفي هذه الممتلكات عشان تسدد الجزء ده فلوسها، لان ده برضه مش فلوسها، ده فلوس المودعين لدى هذه الجهات، خلاص. فهنا بالتالي حضرتك لازم بيتم سداد القرض، لان زي ما قلنا دي وسيله او مدخرات وايداعات افراد اخرون حاطين يستخدمون الوسيط المالي. فهنا هو فاللي حاطط فلوسه وديعه في البنك التجاري الدولي، خلاص، والعميل اللي بياخد قرض من البنك التجاري الدولي لم يسدد، فالعميل اللي حاطط وديعه ملوش ذنب ان الفلوس تعثرت، خلاص. فبالتالي دي هنا هو ففي حالات التعثر، خلاص، يمكن التخطيط المالي الجيد بقى بتاعها هو دوت اللي يكون يكون مفيد دايما بالنسبه لحضرتك. فهنا بالتالي طيب ممكن تكون ان انت عايز اسباب ممكن حصولك على القروض، خلاص، ان انت عايز تشتري منزل، فبالتالي ده هنا هو طبعا ده ثروتك انت بتزيد، فانت عايز تستفيد دلوقتي لانه الاسعار في زياده دائمه في المستقبل، فمع زياده الاسعار فحضرتك عايز تلحق تشتري دلوقتي. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز تشتري اصل انتاجي، ان ممكن حضرتك عايز تاخد قرض عشان تشتري زي ما قلنا عربيه تشغلها، او تشتري مكنه تصوير وتبتدي تعمل مكتب تصوير، او تشتري كمبيوتر تعمل او تعمل اي مشروع. فبالتالي ده هنا هو هيكون جيد جدا ان حضرتك يكون الدخل بتاع حضرتك من هذا او من هذا المشروع يكون مفيد بالنسبه خلاص لحضرتك ويقدر. طيب تاني حاجه ان حضرتك بتاخد افرض ان انت عايز تحصل على خصم نقدي، فلنفرض ان حضرتك هتشتري مثلا ثلاجه او غساله او جهاز، خلاص، فهذا الجهاز بيقول لحضرتك هو ثمنه مثلا 13000 جنيه. طيب فال 13000 جنيه ده معناها ان هو ده سعره الكاش، سوري، سعره كذا، بس في خصم لو دفعت نقدي، خلاص، ده مثلا كان آجل، فلو دفعت نقدي هتشتري الجهاز ب 10000 جنيه بدل 13000. الثلاجه ديت بدل ما 13000 هتشتريها ب 10000. يبقى بالتالي لو انا خدت قرض بال 10000 جنيه دول عشان استفيد بالخصم النقدي، خلاص، اللي هو حوالي 25% تقريبا، خلاص، او 20%، عشان خدت قرض ب 15% واكني بقسط للقرض فاستفدت جدا ان انا من فرق الفايده، لان انا استفدت خصم 3000 جنيه في حين عشان الدفع النقدي، وابتديت دفعته كمان على اقساط لفتره ما بسيطه، فدفعت حوالي 830 جنيه بس في الشهر فهنا بفايده مثلا 15%، فتبقى العائد او ان انا الاستفاده اللي جات لي هو الاهم. الاستفاده اللي جات لي هي طبعا اللي احسن ان انا خدت التخفيض على سعر المنتج ده نفسه. طيب تاني حاجة الاقتراض من أجل التعليم، وده يمكن منتشر في العالم كله، وابتدت فيه بعض المنتجات هنا في مصر إن أنا ممكن أقترض عشان إن أنا أعمل ماجستير ولا أعمل دكتوراه. طيب
هنا بتبقى ميزه فيها ان انت بتدبر المبلغ دوت، لانه اكيد حصول حضرتك على درجه الماجستير او درجه الدكتوراه ده بالتالي من شانه ان هو يؤدي الى زياده دخل حضرتك، ومع زياده دخل حضرتك الاكيد انه هتكون قادر على سداد هذا القرض، وبالتالي سواء بقى هتشتغل في وظيفه اكبر بمرتب اكبر، فبالتالي هتكون قادر على ان انت تسدد هذا المبلغ. طيب، او ثالث حاجه ممكن شراء في مواد خام عشان حضرتك تقدر تعملها، مثلا مصنع بتعمل تعبئه سكر، فبالتالي تشتري سكر خام عشان تعبيه في اكياس وتبيعه، خلاص يبقى كل دوت بالتالي ده هيساعد على زياده دخلك في المستقبل. طيب، طبعا الانضباط في سداد اقساط القروض وفي مواعيدها والكلام ده طبعا من شأنه ان هو خلاص يكون يسهل عمليه الاقتراض لحضرتك في المستقبل. يسهل عمليه الاقتراض في المستقبل يعني ايه؟ ان حضرتك لو تمام يبقى هيبقى في حاجه اللي اسمها اي سكور، خلاص، او اللي هو الجداره الائتمانيه بتاعت حضرتك. كل ما حضرتك تكون ملتزم وبتسدد في انضباط وبشكل جيد، كل ده من شأنه ان هو خلاص يخليك مع الحصول مع زياده مرتبك تقدر تحصل على قروض اكتر، وبالتالي خلاص هنا بالتالي هتقدر تاخد اكتر وتشغل اكتر وهكذا. او على الاقل لو ما احتجتلوش يبقى على الاقل يبقى انت عندك مصدر تمويل لو حصلت اي لا قدر الله مشكله، تقدر في المستقبل ان انت خلاص تروح رايح على البنك على طول وتحصل على الاقتراض. طيب، الحاجه اللي بعد كده طبعا الكريدت كاردز او بطاقات الائتمان. هي ممكن تكون وسيله مريحه جدا وسهله للحصول على سلعه معينه او منتج معين، خلاص. قد يكون الحصول على حضرتك عايز تشتري تلفزيون مثلا، فبالتالي ان حضرتك ممكن تشتريه بالكريدت كارد بتاعك، بالبطاقه الخاص، بالبطاقه الدائنه، خلاص، او بطاقه الائتمان بتاعت حضرتك، وبالتالي تقعد تقسط لنفسك كل شهر كده اهوت لحد ما تسدد قيمه هذا القسط. فلو اشتريت جهاز مثلا ب 1000 جنيه، فيبقى كل شهر لو من دخل حضرتك هتقعد تدفعه 100 جنيه في 100 جنيه في 100 جنيه، فده معناها ان حضرتك طبعا لو هيبقى يضاف عليها فوائد خلاص بشكل بسيط، فبالتالي دي هنا هو يبقى حضرتك في خلال 10 شهور تقريبا هتكون قدرت ان انت تسدد هذا فده هنا هو طبعا بطاقات الائتمان يمكن ان هي بتطلع من خلال البنوك او بعض شركات تجزئه البيع اللي هم ريتيل الكونسيومر فاينانس دول، او اللي هو تمويل الاستهلاكي، كويس. فبالتالي ده هنا هو طبعا سيتم منح حضرتك حد ائتماني. حد ائتماني يعني ايه؟ يعني والله دلوقتي انت حضرتك انا عندي انا مرتبي 1000 جنيه، فحضرتك تقدر تشتري لحد مثلا 5000 جنيه او 10000 جنيه. يبقى حضرتك هتشتري منتجات بيهم، بس كل شهر على الاقل لازم تكون بتدفع جزء منها طبعا في حسابك لسداد الحد الائتماني، الالتزام بحد الائتماني، خلاص، بدفع الاقساط الشهريه عليه. وبالتالي لو انت ما قدرتش تسدد ده، خلاص برضو ده هنا هو بيحصل بيحصل انه يبتدي يزيد او يتزايد عليك طبعا الفوائد بتتراكم عليك، لان انت في قسط ما دفعتوش وقسط اخر وهكذا. طيب، فلو حضرتك مثلا خدت الكارت بتاعك حد الائتماني بتاعه 3000 جنيه، واشتريت عمليات في حدود 1000 جنيه، فوائد شهريه 2 جنيه 2.99، فده معناها ان حضرتك في خلال الفتره في خلال الشهر حضرتك هتكون محتاج تدفع 74 جنيه 75 قرش. يبقى مع دفع هذا المبلغ يبقى حضرتك قاعد بتدفع هذه الترانزاكشن كل شهر لحد ما يحين سداد خلاص كل مبلغ القيمه دي. فده هنا هو بيكون سداد جزء من اصل الشراء، الجزء اللي انت اشتريت بيه او الترانزاكشن عموما، خلاص، طبعا زائد المونثلي انترست عليه. هنا مهم جدا في ان حضرتك في اساسيات ان حضرتك عايز تشتريها، او رحت في جهه معينه وما عندناش السيوله الماليه الكافيه اللي تقدر تقول لحضرتك انت تقدر
تدفع. فبالتالي يبقى ايه اللي هيحصل؟ والله دلوقتي انا هيكون عندي خلاص كريدت كارد اقدر ادفع بيه ادفع بيه للجهه دلوقتي، واسدد انا للكريدت كارد دوت او البنك او بطاقه الائتمان ديت على فترات. طيب، ثالث حاجه بطاقات الخصم. بطاقات الخصم بقى يمكن بتختلف شويه عن البطاقات الائتمان، ان حامل البطاقه يقدر يستخدم هذه البطاقه بمشتريات نقديه في حدود رصيده المتاح فقط لا غير. يعني انا لو رصيدي المتاح في البنك 2577 جنيه فقط، انا استطيع ان انا اشتري سلع في حدود هذه بجنيه واحد زياده. خلاص مش هقدر ان انا اشتري. فده هنا هو اكنه بيخصم مباشره، اكن حضرتك سحبت ال 2000 جنيه دول مثلا النهارده، سحبتهم كاش ورحت اشتريت بيهم بدله مثلا، فبالتالي يبقى حضرتك دفعتهم كاش. خلاص بدل ما تشيل الكاش في ايدك، خلاص بتسهل دوت على ان انا اشيله، بدل ما ادور على مكنه اي تي ام ولا ادور على اسحب خلاص بتشتري هناك. بيكون كل الجهات او كل خلينا نقول ايه، مطاعم، محلات، مولات، في مولات، اسمه ايه ده، فنادق، مطاعم، كل هذه الجهات بقى عندها مكنه البي او اس او البوينت اوف سيل، اللي ممكن استخدام الكارت الخصم دوت او الديبت كارد ان حضرتك تخصم بيه وتشتري خلاص وتدفع منه خالص دوت، طبعا من غير خلاص ما فيهوش اي بقى حاجه زياده، لانه في الاخر هو المحل ده نفسه هو اللي بيتحمل. لو هو في مصروفات للبنك او حاجه هو بتحملها، انت بتشتري في حدود فعلا المبلغ اللي متاح لحضرتك، ولا ما فيش طبعا، ما معلوش اي عائد ومعلوش اي فوائد. طيب، هنا طبعا ان هو زي ما قلنا انه طبعا في بعض المنتجات خلاص تانية، مثلا زي بقى ايه، التمويل، مثلا السيارات، الكار فاينانسنج او الكار لونز، تقسيط عربيه، ان حضرتك عايز تقسط عربيه زي ما قلنا على 5 سنين. فبالتالي ده هنا هو هتستفيد من ان انا عميل البنك، فمرتبي بينزل على البنك التجاري الدولي، فانا خدت تمويل عربيه، فبالتالي لو انا كذا مبلغ كل شهر بيتخصم من مرتبي خلاص، وبالتالي يبقى انا كل شهر هدفع للبنك مبلغ معين، خلاص بيتخصم اول ما بينزل مرتبي 6000 جنيه، فانا الكار لون بتاعي طبعا هيكون بمبلغ معين، فبالتالي هيخصمه على طول. طيب، بعد كده في حاجات طبعا بقى اللي هي القروض العقاريه، ودي برضه في المستقبل ممكن تفيد حضراتكم للي عايز يحصل على وحده عقاريه عشان للسكن، للزواج، لاي حاجه. فبالتالي برضو دي هنا هو بتكون طبعا، بس دي طبعا يمكن محتاجه مرتبات يمكن بتكون اعلى شويه، على اساس ان هو القسط بيكون كبير وبيكون على مدى زمني طويل، وقد احيانا تتطلب طبعا وجود ان هو يكون هذا العقار يكون مسجل او في تصاريح بناء، لو بالذات في المدن الجديده خلاص. فده برضه بس الفوائد بتاعته يمكن بتختلف شويه، قد تكون حسب طبعا العميل نفسه، البروفايل بتاع العميل نفسه، و الشكل البروبرتي نفسها او شكل الوحده نفسها، اذا كانت طب شقه ولا فيلا ولا خلاص. طيب، هنا برضو طيب في طبعا هنا هو انه في بعض الحاجات اللي هي ان بعض الافراد ما عندهمش مثلا جداره ائتمانيه مرتفعه خلاص، فبالتالي ده هنا هو ممكن يلجأوا الى اقتراض مبالغ متناهيه الصغر. هنا يجي دور القروض المتناهيه الصغر خلاص، اللي هي ممكن تكون طويله الاجل من سنه واكثر، او قصيره الاجل في خلال ممكن من شهر، 3 شهور، 6 شهور، ابطو ممكن سنه، خلاص حسب اختلاف يعني تعريفنا لطويل الاجل من قصير الاجل. هنا بالتالي بيكون ان كل هذه المشروعات او القروض متناهيه الصغر طبعا قد تكون اسعار فائده مرتفعه جدا على القروض متناهيه الصغر، لانها ضماناتها خلاص بتكون اقل بالنسبه للجهه المقرضه.
عادة ده هنا هو بيكون خلاص، طبعا ده هنا هو عندنا خلاص ممكن يجب يعمل مشكلة للناس. فبالتالي ده هنا هو هنا بقى طبعا بقت فكرة التضخم والاقتراض زي ما قلنا تاني ونشرح التضخم زيادة زي ما قلنا الأسعار، هو زيادة في أسعار السلع والخدمات. فبالتالي انه لو هو مثلا زي ما قلنا التضخم كذا، يبقى بالتالي انا ازاي اسيطر عليه التضخم؟ رفع اسعار الفايده، كبنك مركزي بيتم رفع اسعار الفايده. وممكن حضراتكم طبعا متابعه الاسعار او معدلات التضخم واسعار العائد على القروض بصفه دوريه زي ما اتكلمنا عليهم كلهم، طبعا ممكن من موقع البنك المركزي المصري اللي هو CBE او Central Bank of Egypt.org.eg او Ministry of Finance طبعا او mof.gov.eg. كويس؟ طيب فهنا بالتالي يبقى طول ما احنا عايزين نفكر في دوت، يبقى يجب ان انت تخطط ماليا لحياتك مظبوط. خلاص؟ فكره الاقتراض اللي هي الدائره المفرغه في الاقتراض دي طبعا دي عمليه طبعا صعبه جدا، ان انت داخل قاعد في الريفولفنج لونز دي اللي هي قاعد ان انا باخد من بنك بي عشان اسدد لبنك ايه، طيب وباخد من بنك سي عشان اسدد لبي وهكذا. فبالتالي طبعا قاعدين على طول. طيب يجب ان هو يكون حجم القرض اللي حضرتك بتاخده اللي تستطيع تحمل اعبائه. خلاص؟ طيب هنا هل انا بيجي لي عائد؟ طب يعني في ناس ممكن مثلا بتعمل حاجه بتبقى لطيفه جدا. طيب والله دلوقتي لو انا مثلا عندي مدخرات مثلا 10000 جنيه ممكن احطهم وديعه. خلاص؟ الوديعه ديت بتجيب لي في الشهر مبلغ معين. خلاص؟ طيب فلنفرض ان هو مثلا زي ما قلنا مثلا 80 جنيه، وانا بدفع فوائد مثلا اخد قرض بنفس المبلغ. خلاص بيجيب لي بدفع عليه فوائد مثلا فلنفرض ان هو 100 جنيه. يبقى بالتالي ده هنا هو ايه اللي حصل؟ ان الفائده الدائنه مع المدينه خلتني ان انا ادفع شهريا من دخلي فقط مثلا 15 جنيه. يبقى هو ده بس كده، هو ده اللي ممكن يفيد لو انا عندي حجم. بس ده يرجعنا للاساس هو ايه؟ الادخار نفسه، ان انا يكون عندي مدخرات، ان انا اقدر احط جزء وديعه وان انا احط جزء كجزء ان انا اخد قرض. طبعا يبقى يا حبذا كمان لو انا خدت القرض دوت وعملت بيه بيزنس معين، يبقى كل دوت ممكن يؤدي بيا الى ان انا ازود دخلي. فبالتالي فمش هتكون بالنسبه لي خالص، مش هتكون بتحمل باي عبء خالص عليا انا كشخص. كويس؟ طيب فهنا بالتالي يبقى كل هذه الوسائل سواء لو انا قروض شخصيه او تمويل سيارات او عقاري، كويس؟ طيب او كريدت كاردز، يبقى كلها ادوات البرودكت دي اسيت برودكت عند البنك، بس في الاخر انا لايبيليتي عليا. فبالتالي ده هنا هو اجمالي اللي حضرتك بتدفعه. يعني حضرتك عشان تبقى واخد ولا حضرتك تبقى واخده تقسيط عربيه، خلاص تمويل عربيه وتمويل عقاري وكريدت كاردز واخده بيرسونال لون، يبقى كل دوت خلاص الاجمالي بتاعه. طبعا هنا بقت كل دوت مسمع في نظام الاي سكور اللي هو ما بين كل ايه التمويل بتاعي اللي انا حاصل عليه. مش ان انا هروح اخد كريدت كارد، اطلع كريدت كارد من CIB ومن بنك اكس ومن بنك واي ومن بنك زد هكون مطلع 50 كريدت كارد، لا ده مش هيحصل. فبالتالي لو انا واخد قرض خلاص من CIB ومعدي الليميت بتاعي، خلاص يبقى انا لو رحت لاي بنك تاني لما هيكشفوا عليا هيلاقوا ان انا خلاص انا واخد الليميت بتاعي، مش هقدر خلاص ان انا ابتدي ايه احصل على قرض اخر، طالما ان هو خلاص ان انا واخد من القطاع المصرفي كذا في حدود اللي يمثل 50% من دخلي الشهري هدفعها. يبقى انا هيبقى صعب عليا جدا الحصول على قرض او اخر او كريدت كارد من بنك اخر. هنا بقى بالتالي بقينا بنبص في ايه؟ والله دلوقتي ان انت لازم تكون دارس لكل وضعك المالي دوت كله هيبقى شكله عامل ازاي، بحيث ان هو ما يبقاش مرهق بالنسبه لحضرتك في المستقبل. تعالوا بقى دلوقتي
ان احنا نشوف بعض الامثله الرقميه خلاص عشان توضح لحضراتكم الصوره ككل اللي احنا اتكلمنا عليها منذ بدايه السيشن بتاعتنا دي النهارده. طيب خلينا نبتدي نتكلم فيه. والله دلوقتي لو انا عندي راتب شهري 6000 جنيه يبقى انا الايرادات بتاعتي هي 6000 جنيه. طيب المصروفات بقى بتاعتي، طيب في مساعده نقديه بنديها للأسرة. طب بنشتري طعام، بنشتري ملابس ب 500، بنشتري ملابس ب 1000. كويس. طيب تنقلات، مفيش سيارة، مش محتاج أثاث. تكلفة صيانة بقى للموبايل بتاعك، نثريات. طيب جزء بقى إن أنت عايز توفر مصروفات للدراسة، إن أنا باخد 3000 جنيه. طيب ترفيه، ان انت عندك بقى جزء بتخرج وتتفسح مع اصحابك. طيب بتشيل مبلغ للسفر مع اصدقائك. طيب هاتف محمول، يبقى انت عندك موبايل عندك 700 جنيه. طيب ايه بقى الحاجات اللي انا ممكن اوفر فيها؟ لانه دلوقتي انا عندي ايه؟ والله دلوقتي انا اجمالي المصروفات عندي طلع 8450 جنيه. فبالتالي ده هنا هوت وناقص الدخل، فبالتالي يبقى انا عندي عجز 2450. يبقى هم دول اللي انا لازم ان انا ادور لهم على ازاي اسد العجز فيها. يبقى ابتدي افكر في كيفيه تخفيض النفقات. يبقى بدل ما انا بدفع مثلا مصروفات دراسيه مثلا، او ان انا باخد كورسات او حاجه ب 3000 جنيه، طب ايه المانع؟ لا، طب اقدر اقللهم شويه اخد ب 2500. الترفيه شويه والخروج والفسح بتنزل من 1000 جنيه الى 500 جنيه. الادخار للحالات، طب لا ممكن اقلل بقى الادخار شويه، او ان انا ممكن ما ادخرش خالص. طيب الموبايل، طب هل تقدر تخفض ولا لا الموبايل بتاعك؟ لانه لازم يكون دخلك يتناسب مع دلوقتي ناخد بعض الامثله الرقميه عشان توضح لنا فعليا خلاص كل اللي احنا اتكلمنا فيه دوت، عشان ناخد الجيرني كلها كده من اولها نشوف ممكن تبقى ماشيه ازاي. طيب assuming هنا ان انا دخلي الشهري خلاص مرتبي 6000 جنيه. طيب الايرادات بتاعتي خلاص 6، يبقى انا عندي بقى مصروفات عايز اصرفهم. طيب بافتراض ان انا بدي مساعده نقديه لاسرتي 1000 جنيه، بشتري اكل وشرب ب 500 جنيه، ملابس ب 1000 جنيه، تنقلات سياره ما عنديش، اثاث ما عنديش. طيب تكلفه صيانه ونثريات، صيانه بقى الموبايل مش عارف ايه بقى، مصاريف صغيره. طيب تكلفة دراسة بتدفع كل شهر مثلا مبلغ عشان تاخد كورسات. ترفيه، خروجات بقى وفسح مع أصدقائك. طيب ادخار لرحلة سفر، بشيل كل شهر 1000 جنيه عشان أبقى أسافر. خلاص. الحاجة اللي بعد كده محمول، إن أنا عندي الموبايل بقى، فاتورة الموبايل حاجة ب 700 جنيه. طيب إجمالي مصروفاتي في هذا الشكل وصلت لحوالي 8450 جنيه، في حين ان انا الدخل بتاعي هو 6000 جنيه. يبقى انا عندي عجز 2450 جنيه شهريا. يبقى انا عايز اشوف ايه اللي انا محتاج ان انا اقدر اوفر فيه، على اساس ان انا اصل الى ان انا فعلا دخلي يكفيني. يبقى انا ممكن الكورسات اللي انا باخدها بدل 3000 انزل 500 يبقى 2500. الترفيه 1000 يبقى 500، ادخار لرحله سفر من 1000 تبقى 500. الهاتف المحمول بتاعي ان انا احاول اقلل اضغط شويه مكالماتي فيبقى 450 جنيه. كده وصلت الى 6000 جنيه. يبقى انا دخلي قد ايه؟ قد انفاقي. طيب نظريا ده مبدئيا ده جيد ان انا وصلت ان انا دخلي يكون قد مصروفاتي. طيب
طب ماذا يحدث لو بقى، يعني احنا قلنا هنا في الاول في عجز، طب لو في فائض، ان انا مصروفاتي بلغت 5000 جنيه وانا عندي دخلي 6000 جنيه، يبقى انا عندي فائض 1000 جنيه. هو ده اللي يمكن نبتدي نفكر فيه، ايه البرودكتس اللي انا ممكن ان انا اخدها على اساس ان انا اعمل على تنميه الاموال. كويس. طيب يعني لو حطينا في سيفنج اكاونت بافتراض ان سعر الفايده زي ما قلنا 6000 6.75 6% 0.75 وانا حطيت 10000 جنيه، يبقى ده معناها ايه؟ طبعا الفايده دي سنويه، فبالتالي فانا ال 10000 جنيه ضربتها في 6 75% على 12 شهر، خلاص فوصل ان انا باخد الفايده الشهريه بتاعتي هتكون 56 جنيه 25 قرش. يبقى ده معناها ان انا محوش مبلغ حطه وديعه، خلاص، او في سيفنج اكاونت، وبالتالي خدت عليه 6 جنيه 56 قرش 56 جنيه 25 قرش، يبقى ده كمان هتضاف على دخلي الاضافي اللي انا، او يكون الدخل المتاح للانفاق. طيب لو حضرتك شهريا سحبت هذا المبلغ ال 56 جنيه 25 قرش سحبتهم في الشهر، فده بالتالي معناها ان هو كل شهر هيجي لك نفس المبلغ باحتفاظك بيه في السيفنج اكاونت بال 10000 جنيه دول. انما ممكن يكون ان انت الدخل دوت فائض عن الحاجه برضه زياده، فبالتالي ده معناها ايه؟ انه في نهايه الشهر الاولاني المبلغ المستحق ليك عند البنك هو 10000 جنيه 56، خلاص 10000 56 و25 قرش، جنيه 56 قرش 25 قرش، يبقى ده المبلغ الجديد. طيب اللي هو برضه ممكن تضربه في سعر الفايده اللي هو 6.75 وتقسمه على 12 المتبقيه، خلاص يبقى انا هيجيب لي كام؟ هيكون 56 جنيه 57 قرش، وهكذا ان كل شهر بيزيد الكوميوليتيف دوت، طبعا لانه الفايده هتزيد على المبلغ بلس عليه اصل الايه؟ الفوائد. طيب لو احنا حطينا تايم ديبوزيت وديعه وبرضه حطيت بفوائد مثلا 10% والتانور بتاعها او المدى الزمني بتاعها سنه، يبقى بالتالي ال 10000 جنيه في 7% يعني 700 جنيه، ففي نهاية العام أنا بقى عندي 10700 جنيه هم دول قيمة المبلغ. عايز تسحب بقى جزء وعايز تكمل جزء، برضو دي هيكون جزء شخصي حسب احتياجاتك المالية في هذا التوقيت. انت دوت ان هو انت رابط الوديعه ديت لمده سنه، فانت دوت بتحاول ان انت تامن خلاص جزء من دخلك، يا اما يكون دخل او يتم زياده الوديعه، تجدد الوديعه ممكن تلقائيا، تقول له هنا هو تقول للبنك لا انا عايز اجددها بالفوائد بس، او سوري بالاصل بس، او بالاصل زائد مضافا اليه الفوائد، يبقى دي حسب احتياج حضرتك انت السنوي هيبقى عامل ازاي. طيب اخر حاجه لو احنا قلنا مثلا عن حاجه زي السيرتيفيكت اوف ديبوزيتس، خلاص، فبالتالي لو هي مثلا سيب 10% على 3 سنين، طيب هنا فكره ان هي الانترست بتتحسب سنويا طبعا عليها، بس ممكن الفايده تنزل لحضرتك شهريا، فبالتالي ال 10000 جنيه بفايدة 10% يعني سنويا 10000 جنيه لو قسمتهم على الشهر، يبقى شهريا هينزل لحضرتك في حسابك 83 جنيه 33 قرش. 3 جنيه 83 جنيه 33 قرش. يبقى برضه ده هنا هو حضرتك فكرت في ايه؟ والله فكرت في حته ان انا عايز احط حاجه بفايده مرتفعه بس تكون مضمونه لدى البنك، طبعا ان هي تكون خلاص هنا ممكن تكون فايدتها اعلى من عند البنك، على اساس ان هو يبقى عايز يضمن لحضرتك خلاص ان هو يضمن ان الفلوس ديت في حوزته، لان البنك بقى ما هو البنك بياخد الاموال المودعه بتاعت حضرتك ديت بيعمل بيها ايه؟ بيسلف بيها مشروعات وبيدي بيها قروض شخصيه وبيدي بيها تمويل سيارات وهكذا، يبقى كل دوت بالتالي فهو عايز يبقى ضامن ان الفلوس عنده اطول فتره ممكنه، عشان في الاخر ان هو دوت هيديها لعملاء ايه؟ اخرون. طيب ما تعالى نشوف بقى، طيب الناحيه الثانيه الطرف الاخر من الكوب، لو احنا بصينا طيب لو انا عايز اخد قرض شخصي،
عشان سواء بقى ان انا هعمل بيه حاجه بيزنس، او لا عايزه عشان اشتري بيه سلعه، ولا عايزه لاي سبب ما. طيب فلنفرض ان انا هاخد خلاص 10000 جنيه، عايز قرض 10000 جنيه. مده القرض دوت 5 سنين، 60 شهر. يبقى التوتال انترست اللي انا هدفعها سنويا هتكون في حدود 3806. يبقى انا طبعا ده هنا هو المانثلي انستولمنت او القسط الشهري هيكون 230 جنيه. بس ده هنا هو بيشترط انه حضرتك، او بيفترض انه دخل حضرتك لا يقل عن 3000 جنيه. فهنا بالتالي يبقى حضرتك هتدفع منه 230 جنيه قسط. فيبقى بالتالي ده هنا هو طبعا لو خدنا بقى 20000 30000 طبعا القسط هيبقى. طيب يبقى تخيل بقى حضرتك انك قاعد ان المانثلي انستولمنت بتاعتك خلاص اب تو هنقول ايه 1500 جنيه. كويس. يبقى ده معناها ان انا اقصى حاجه هقدر اخدها هي مثلا 50000 او 40000. يبقى كل دول عشان ان انا يكون القسط الشهري بتاعي لا يتجاوز ال 50% من دخلي الشهري. طبعا مع زياده مرتب حضرتك بقى 4000 جنيه، بقى 5000، بقى 10000، بقى 20000، كل دوت مع زياده المرتب دوت ان شاء الله، يبقى بالتالي بتزود قدرتك على الحصول على قرض شخصي بحجم اكبر. طيب لو خدنا برضو نفس الحكايه او نفس القصه تقريبا بالنسبه لو انا باخد تمويل سياره. فلو قلنا تمويل سياره برضو ب 10000 جنيه، طبعا يعني هو بس طبعا هنا فور اكزامبل، يعني طبعا ان مفيش عربيه ب 10000 جنيه خلاص. فبالتالي ده هنا لو هنقول انها ب 100000 جنيه ولا ب 300000 جنيه، خلاص هنقول انها ب 100000 جنيه. يبقى ده معناها ان حضرتك هتدفع خلاص تقريبا في الشهر خلاص هنقول 2300 جنيه، 2330 جنيه في الشهر. تمام. يبقى في هذه الحالة طبعا مع الحجم لما بيكبر، طيب يبقى أكيد إن حضرتك هيكون لازم يكون دخل حضرتك لو هتدفع 2330 جنيه في الشهر، يبقى ده معناها إن حضرتك على الأقل دخلك يكون 5000 جنيه، 6000 جنيه، 7000 جنيه، على أساس إن أنت هدف المشرع من دوت إيه؟ أو في البنك المركزي إنه حضرتك تخيل أنت حضرتك لو دخلك 2300 جنيه وبتدفع 2300 و 2330 جنيه بتدفعهم كلهم اقساط للقرض او للعربيه، قسط العربيه. طب وبقيه هتعيش ازاي منها اكل وشرب وحياه وبقيه المصروفات اللي زي ما شفناها في الجدول اللي فتحنا بيه دلوقتي. فقلنا دلوقتي ان انا مصروفاتك او موازنتك شكلها عامله ازاي. فهنا بالتالي يبقى دوت ممكن يؤدي بيك الى ان انت ما تتعثر في السداد، لانه في الاخر ان انت هتقول طب انا عندي مصروفات بيت وايجار واكل وشرب وانتقالات والكلام ده كله، فكل دوت انت حضرتك ما انتش هتكون قادر ان انت تسدده. فهنا معناها ايه؟ انه لا انا هيكون عندي ديفنتلي هيكون عندي مشكله في عمليه سداد خلاص هذا. فبالتالي ده وبالتالي انت كمان من غير ما البنك يرفضك يجب ان انت يكون هو اللي يكون عند حضرتك انت السنس بتاع ده خلاص. انه فكره والله دلوقتي انا لو انا مش هقدر اسدده، هسدده منين؟ فبرضه يبقى انت طلبك للتمويل لازم ان هو يكون يتناسب مع توقعات خلاص، او ان هو اكتشوال دخلك او الدخل الفعلي اللي حضرتك بتعمله. طيب لو هنا خلينا نقول مثلا ان انا عندي بقى مثلا اللي هي الكريدت كارد. لو انا عندي بطاقه الائتمان بتاعتي طبعا انها الليمت بتاعي 3000 جنيه، وعملت خلاص 1000 جنيه الترانزاكشن بيرتشيز ترانزاكشن، فبالتالي الفوائد بتاعتها مثلا فلنفرض انها 2.99 لمده 30 يوم، يبقى انت هيكون الفوائد اللي عليك 74 جنيه 75 قرش. يبقى طبعا ده هنا هو طبعا ميزه فترات برضه ميزه الكريدت كاردز انها يمكن بتدي فترات سماح عقبال ما حضرتك تسدد. فهنا بالتالي يبقى لما حضرتك بتاخد هذه فتره السماح يبقى ديفنتلي حضرتك ممكن يكون عندك ايه؟ والله ده انا يكون عندي ان انا اقدر اسدد، اكون قبضت بقى، يكون مثلا عملت جالي دخل او اي حاجه، او ده جالي فلوس تانية اقدر ابتدي اسدد بيها دوت. فبالتالي يبقى البنك ايه بتخفف من الاعباء اللي عليك، بس هي سهلت عليك ان انت محتاج تشتري حاجه دلوقتي زي ما قلنا ايه اون ذا سبوت.
فهنا بالتالي ابتدينا فكرنا في شقين، انه انا دلوقتي انا عندي جانب ايرادات وعندي جانب مصروفات، فبالتالي لو انا عندي جانب ايرادات وناقص مصروفاتي عندي فائض، يبقى انا ممكن استخدم بقى ان انا عندي الفائض دوت استخدمه في سيفنج اكاونتس، في كارنت اكاونتس طبعا، سبيشال اكاونتس خلاص، او تايم ديبوزيت، او او سيف او سويد اللي هي التايم ديبوزيت، سيرتيفيكت اوف ديبوزيتس. كل دول بيكونوا ايه من شانهم ان هم انها تنمي المدخرات بتاعتي وتعمل لي دخل اضافي. طيب زي ما هنشوف بقى في النص الثاني النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن الاستثمار. لا الاستثمار بقى، طيب ايه اللي انا ممكن استثمره؟ ايه الادوات الماليه او الاستثمار اللي ممكن يكون متاح بالنسبه لي ان انا استثمره؟ ازيكم عاملين ايه؟ احنا كده نكون خلصنا اول يوم من البوت كامب. يعني اتمنى يكون السيشنز النهارده ما كانتش طويله، وكانت خفيفه واستمتعتوا بيها وطلعتوا بيها معلومات جديده عن الشمول المالي. عشان هو توبيك مهم جدا جدا، ولازم نكون كلنا على درايه بيه وبأهميته وايه معناه. احنا النهارده مش هنعمل ريكاب على الكونتنت بتاع النهارده، ولكن هنعمله بكره مع الكونتنت بتاع بكره، عشان نربط الكونتنت بتاع اليومين ببعض. وبكره ان شاء الله هيكون معانا اول نبذه عن السستينابيلتي. هنتكلم بكره عن sustainability and how to live sustainably، مع طبعا two more episodes من financial inclusion and part 2 of financial literacy مع استاذ نادر ابراهيم. فأتمنى تكونوا انبسطتوا تاني، وشكرا جدا على وجودكم لحد الآخر. احنا ميعادنا بكرة زي النهاردة الساعة 3 الظهر. وتاني بفكركم، لو انتوا جالكوا اللينك بتاع البوت كامب على الايميل، انزلوا تحت لحد اخر الايميل ودوسوا على اللينك اللي في اخر الايميل، هيعمل لكم داونلود للشهاده بتاعتكم. عشان الشهاده واللينك بتاعت البوت كامب في نفس الايميل، وان شاء الله قريب جدا هتوصل لكم الشهادات بتاعت لينكد ان. شكرا جدا على وجودكم النهارده. نشوفكم تاني بكره الساعه 3 الظهر في ميعادنا. باي باي.